شوف سبحان الله، هذا الكائن عنده قدرة رهيبة على الانقسام، ينشط في شهر رمضان ويتغذى على بيض الإنسان. كائن الرامز أميبا أو ما يعرف برامز جلال. الأميبا خلية أولى بدائية إنما. أعزائي المشاهدين في كل بيت، أعزائي المشاهدين، ولا أحرمكم منكم ولا أحرمني مني. 11 سنة بنسمع نفس المقدمة كل يوم في رمضان، اتعودنا عليها لدرجة إن لو ما سمعناش وقت الفطار هنفتكر إن المدفع لسه ما ضربش. 11 سنة مليئة بالصويت والشتايم ولا حول الله يا رب، مش هيسكت لما يموت حد والله. كل مرة نفس الانتقادات وكل مرة الأعلى مشاهدات ودايرة وعمالة تلف من 2011 لحد دلوقتي. بس قبل بقى ما نخش الدايرة دي ونسترجع كل اللي حصل فيها، تعالى نفتكر رامز حول العالم، البرنامج اللي حط رامز أصلا على طريق التقديم. كان برنامج حلو قوي وناس كتير بتتفرج عليه في رمضان. طبعا ما كانش بنفس شعبيه المقالب دلوقتي، بس كان في وقتها فكره حلوه جدا، كانه فلوجز زي الموجودين دلوقتي على اليوتيوب، بس ايه بطريقه رامز جلال بقى. راح الصين وجنوب افريقيا وتايلاند، اصطاد اسد ونط من مكان عالي، وقف على طياره وهي طايره، عنده كميه حماس مش طبيعي ومستعد يعمل اي حاجه. وده بان في تصريح ليه سنه 2010. التصريح ده بيلخص شخصيه رامز كلها. كان بيقول فيه انه مش عاوز يكون تقليدي ويعمل برنامج يحاور فيه ضيف وخلاص، عاوز برنامج يناسب طبيعته ويكون في حركه ويبقى بعيد عن اي حاجه تقليديه. وفعلا كان عنده نظره مستقبليه، وده فعلا اللي نجحه. المهم كان بيحنكش مع تمساح كده في حلقه، وبعدين ايه الراجل حب يهق معاه شويه وعمل فيه مقلب. زي ما يكون الراجل ده هو اللي اداله الفكره، فعمل بعدها اول مقلب وهو رامز قلب الاسد. ده بقى اللي بدأ كل حاجه، ضيف واسانسير واسد. فكره بسيطه خالص ما فيهاش اي تعقيد، لكن طلع منها ضحك كتير وردود افعال حلوه من الممثلين. وطريقة رامز في الرياكت على المقلب كانت دمها خفيف من غير تريقة ولا تنمر على لبس، بالعكس كانت بتزود من الضحك اكتر لما بيتصل بيهم في الاسانسير ويستفزهم. ايوه الو. ايوه اي فندم، حضرتك في الرابع دلوقتي؟ انا في اللطيف. لا حضرتك فين دلوقتي؟ انا في اللطيف. لا يا فندم. والحقيقة لما رجعت اتفرج عليه تاني لقيته لسه بعد 11 سنة حلو برضه بيضحك. ونزل بعدها رامز ثعلب الصحراء سنة 2012. المقلب السيناريو بتاعه كان محبوك جدا، لسه طالعين من ثورة والدنيا مش مستقرة وارهاب وبتاع، نخطف الضيف. حلوه، لا حلوه، اي نعم العنف زاد في الحلقات وسويت كتير وكده، لكن محدش يقدر ينكر انه كان حلو. من اول البنت اللي بتقعد مع الضيف في الاتوبيس وتقعد تعاكسه ونشوف هيستجيب معاها ولا لا، لغايه ما يكسروا الباب ويهجموا عليهم ونشوف هيحميها ولا هيسيبها ويجري. مش احسن من قلب الاسد بالنسبه لي، بس كان حلو. وبعدها بقى ينزل احسن نسخه اتعملت، رامز عنخ امون. بالنسبه لي ده احسن كمان من قلب الاسد، كل حاجه فيه مظبوطه. الراجل اللي متقمص دور زاهي حواس ده لوحده اوسكار، انا لسه صوته بيرن في ودني وهو بيقول الزنبيل. عملنا الزنبيل او المتراس. عملت ايه يا فندم؟ الزنبيل. الرحله كلها جوه المقبره لما بيوريهم المومياوات ويوقع حاجات تتكسر، والبت تقول له ايه ده انت اللي وقعتها. الحاجات دي كانت بتطلع رياكشنات حلوه قوي. والده ووالدته الله يرحمه. هنعرف سفري. اتفضل. Please be careful. Was it you? يو انت هتتهرجي، ما انت كنت قاعده. والكلايماكس بتاع المقلب بقى لما المقبره بتتقفل عليه ويتحبس جوه مع موميا، وبعدين يطلع رامز جلال ويخده. هي مرعبه للضيف لكن ما فيهاش اهانه ولا دمويه. اللي قدام دي كوبرا. دي كوبرا، سيبها نايمه جنب الصغرى. وده كان اخر برنامج يعمله مع قناه الحياه، اللي حقق معاهم نجاح كبير جدا قبل ما الوحش السعودي المتمثل في قنوات MBC يشتري البرنامج. والفتره دي MBC مصر كانت عماله تشتري كل حاجه ناجحه، تحسهم كانوا مهكرين التلفزيون. اشتروا رامز ومنى الشاذلي والشيف حسن وغيرهم كتير. وتبدا مسيره رامز جلال معاهم برامز قرش البحر سنه 2014، وتبدا بقى فلوس السعوديه تبان والصرف في الانتاج يزيد. فجابوا لانش كده على شكل قرش، عشان ايه؟ رامز قرش البحر فلازم قرش، مع انه اصلا ولا كان ليه علاقه بالمقلب ولا اثر عليه باي حاجه. هو الضيف راكب المركب وبعدين بتعطل بيه والمذيعه تقع في الميه ودم وبتاع، ايه ده القرش اكلها يا لهوي. وبعدين يخش بقى رامز وهو راكب القرش وتترات. اول حلقتين هتبقى منبهر بالموضوع، وبعدين خلاص بقى بتزهق. 30 حلقه بتشوف نفس القرش بنفس القطات ونفس المونتاج. وساعتها انا فاكر طلع انتقادات كتير على سعر اللانش ده، اللي كان بيقولوا انه عامل نص مليون جنيه وحرام وتبذير، ده لو كان جاب حوض سمك وما لقى اسماك قرش بجد ما كانش هيدفع كل ده. المقلب كان اقل من الثلاثه اللي قبليهم لانه ما كانش فيه اي حاجه غير صويت، مفيش مواقف تطلع لك رياكشنات حلوه. واحد تاه في البحر وهياكل قرش هيعمل لك ايه يعني؟ يا خرابي يعني. اهو زي ما قلت لك كده.
وفي 2015 ينزل رامز واكل الجو، ويبدأ بقى البذخ يزيد اكتر واكتر. البرنامج اتصور في دبي وجابوا خبير مكياج كان بيعمل لرامز كل حلقة شخصية من 4 شخصيات. كان بيقولوا انه بيقعد 3 ساعات يعمل له المكياج ده، 3 ساعات وبيطلع المنظر ده في الاخر، مش فاهم ازاي. وجابوا طيارة اسبانية بطيارة شيكي. البرنامج قلب دوري انجليزي، لمم كل الجنسيات، حتى كمان جاب باريس هيلتون اللي ما كانش حد يعرفها اصلا في مصر. انا اصلا لغايه دلوقتي مش عارف هي بتعمل ايه. بيقولوا الحلقه الواحده كانت بتكلف 660,000 دولار، ده غير اجر الضيف. باريس هيلتون لوحدها خدت 250,000 دولار. بس كانت احسن حلقه في الموسم ده هي حلقه احمد التباع وسعيد الهوا، مش طبيعيه. الحلقه كلها اصلا تحسها عباره عن نكته، اللي هو بيقول لك مره احمد التباع وسعيد الهوا راحوا دبي عشان يحضروا حفله. احنا لسه ما اتغديناش. اصلا الاتنين مع بعض عاملين دويتو جامد. احمد التباع متحرش وشويه شويه هينط على موتور الطياره، وسعيد الهوا فاكر نفسه فنان بجد بقى وضارب البدله، حاجه في منتهى العبث. احمد ده متخلف وانا قاعد براقبه، بيحب الحريم وكده ويبص. وفي الموسم بقى ساعتها اللي طلع من التباع لما رامز شال الماسك. توني خليفه مين ده سعيد؟ اطلع من غير مكياج. كده بقى اتبقى رامز بيلعب بالنار، تحت الارض، تحت الصفر، في الشلال، مجنون رسمي، عقله طار، موفي ستار، نيفر اند. تعالى بقى ناخدهم لوكشه واحده كده، لان انا مش هستحمل الصراحه امسك واحد واحد. اصلا ال8 مواسم دول بيشتركوا في نفس الحاجات. المقالب كلها خدت اتجاه افلام اكشن، حريقه في المبنى، مطارده في الصحراء، حرب بالعربيات، كل ده معمول باحترافيه جدا مفيش كلام. بالذات رامز موفي ستار اللي اتعمل فيه ديكور وملابس شبه افلام ماد ماكس، كان بصريا تحفه فنيه. بس النتيجه ايه بقى؟ سويت وزعيق طول الحلقه وحاجه في منتهى العبث، كله عمال يصرخ ودوشه ومحدش فاهم اي حاجه. والله مفيش احلى من البساطه، اللي نجح قلب الاسد كان بساطته. انا عندي اتفرج على مقلب فلفل شطه احسن من الهيصه دي كلها. ده غير ان رامز بقى سخيف وتعليقاته كلها تجريحات في كله، حتى طقم العمل نفسه. جبت البدله دي من انا وماشي يا لالا، ده احنا لو جايبين رقاصه مش هتتسيخ بالشكل ده كان ناقص يتريق علينا واحنا بنفطر. زائد ان كان بيبقى في حاجات كده مش منطقيه بتحصل، ازاي الناس دي مصدقه ان ده هيكتور كوبر فعلا؟ ولما جابوا لعيب كوره قال لك لا نبدله بقى بشخصيه تانية، مش معقول يعني شيكابالا ما يعرفش كوبر، فجابوا نفس شخصيه الست اللي كان عاملها في مقلب الطياره، على اساس هو ما شافش البرنامج يعني. موسم مجنون رسمي ده بقى كان من اكتر الحاجات المستفزه اللي انا شفتها في حياتي. يعني كنا متضايقين انه بتنمر ساعات على الضيوف، راح عمل موسم كامل قايم على التنمر والتعذيب. اصلا ده كده ما بقاش مقلب، هو فين المقلب في كده يعني لما يطلع من الصوره بقى ايه ويعيدوا رد فعله 3 مرات كده يبقى ده المقلب. كان اسوأ موسم اتعمل فيهم الصراحه، وحاجه مقززه جدا. هتلاقي بقى كام موسم كده معمولين بس عشان يروجوا الاماكن في السعوديه، يلعبوا شويه في مدينه ترفيهيه، يفتتحوا مطعم مش عارف ايه، كله استعراض وتسويق. فلو هنرتب بقى كل المقالب دي من الاحسن للاسوأ، فرأيي هيبقى كده: 1 توت عنخ امون، 2 قلب الاسد، 3 ثعلب الصحراء، 4 واكل الجو عشان حلقه التباع، 50 قرش البحر عشان اولد از جولد، 100 موفي ستار عشان المجهود. بص هو الباقي كله زي الزفت، فحط اي حاجه بقى ايه واخرهم مجنون رسمي. قول لي انت كمان ترتيبك في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، واشوفك في الفيديو الجاي. سلام.